يا مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده حبينا نفصل شويه، مفيش روتين تنظيف للشتاء. حبيت بس افصل النهارده شويه. النهارده طبعا الخميس، ويك اند، هابي ويك اند عليكم كلكم. بصراحه احنا يومنا النهارده بدأ متأخر شويه. اليوم بدأ، وديت الولاد تمرين السباحة، وبعد كده اتمشينا شوية، رحنا المول. بصراحة الجو كان يشجع للمشي، الجو كان حلو، كان تحفة. اصلا انا بحب الجو ده قوي، اللي بين الصيف والشتاء ده بيكون الجو فيه حلو قوي، وبصراحة بيشجع ان احنا نمشي. وانا ماشية كده قابلني محل النصر، كنت محتاجة اشتري منه حاجات لعمر وكده. بس بصراحة للأسف الحاجة اللي أنا كنت عايزاها ملقتهاش. بس قلت مش مشكلة، خلينا ناخد كمان فكرة عن الموديلات الجديدة اللي نازلة. منزل قطع حلوة قوي شتوية، وأسعاره على فكرة كويسة جدا. يعني في قطع أنا شفتها إن شاء الله ناوية اشتريها للولاد، عجبتني جدا، والخامات بتاعته حلوة قوي. يعني ده كان عامل 400 وحاجة. ده خروج على فكرة، مش بيت. وكمان البنطلون ده كان عامل 375، وخامته عايز اقول لكم تحفة. وفي منه يعتبر الوان كتير قوي، الزيتي والبيج والكحلي والجراي والاسود. في الوان كتيرة قوي. كمان البنطلون ده عجبني قوي، التوتي، يعني لو لبست عليه مثلا هودي او حاجة في الشتاء هيكون حلو قوي عليها. كمان دي ترنجات، عجبتني قوي قوي. ان شاء الله اجيب بس للولاد كمان منها، خامتها حلوة قوي ومتبطنة من جوه، وخامتها جميلة. مش عارفة انا هلاقي العمر ولا لا، بس انا شفت منها الريتيل، في منه مقاسات ريتيل فيها موجودة. الترنج كان عامل حوالي 430 435 على ما اتذكر السعر. بصراحة منزل قطع حلوة قوي للشتاء. في برضو القميص ده اللي انا وريته لكم، ده برضو خامته حلوة جدا، ومتبطن من جوه فرو ناعم كده، فلذيذ قوي، عجبني. عنده كمان قطع شتوية لنا حلوة. انا البنطلون ده بقى ده خطف قلبي. ده حلو قوي، واسع، وخامته خامة الجنس بتاعته حلوة قوي. وكمان منزل كوليكشن هودي بصراحة تحفة. ده على فكرة ده كوليكشن رجالي، في حاجات حلوة جدا. منزل حاجات كويسة وأسعاره حلوة. الأسعار هناك أصلا متفاوتة، يعني من 600 لحد 800 تقريبا يعني. دخلت برضو شفت الشوزات عنده حلوة وخفيفة. بصراحة أنا ما جربتش من عنده قبل كده، بس عجبتني. مش تقيلة، يعني أنا حاساها هتكون مريحة جدا في المشي للولاد. وأسعاره برضو متفاوتة، في أسعار معقولة وكويسة، وفي أسعار غالية شوية مثلا لحد 900 ألف كده. بس بصراحة أنا شايفة أنه هو يستاهل، لأن الخامة عنده تحفة. وبس خلصنا وخرجنا نتمشى شوية. الجو بصراحة كان جو يشجع ان انت تمشي تجري كده، تنطلقي في الهواء الطلق. وبعد كده الولاد قالوا لي احنا جعانين. رحنا كده مطعم، اكلتهم. وطبعا اليوم مش هينتهي من غير ما اعمل شوبينج. رحت جبت خضار، وجبت شوية طلبات للبيت. وبعد كده قلت خلاص، كفاية كده النهاردة. بصراحة كنت تعبت قوي من المشي. احنا مشينا شوية. بس هو الجو كان حلو، بس انا خلاص باجي للاخر وخلاص، يعني انا عايزة اروح البيت، مش قادرة. فبس كده، هنا كنا مروحين. وبكده خلاص، وصلنا لنهاية الفيديو. روحت البيت، عملت بصراحة ايس كوفي، كان لازم اشرب اي حاجة، لان كان دماغي خلاص هينفجر من الصداع. بس الحمد لله يومنا كده الحمد لله خلص على خير، واشوفكم في فيديو جديد بإذن الله بكرة. يلا سلام.